على فكرة في باحة بالمخ اسمها باحة بروكا. هاي الباحة مسؤولة عن اللغات وأي لغة غريبة أنت غير لغتك الأم تتعلمها. هاي الباحة هي اللي بتشتغل أثناء يعني حديثك بهاي اللغة. فطبيعي جدا جدا أنت كشخص توصل لمستوى كتير عالي باللغة وتتمكن منها تماما، حتى يعني خلينا نقول انفاط ونشخفت يعني كتابة وكلاما، ويجي عليك اوقات تحس حالك ضعيف جدا فيها. يعني كيف؟ يعني تحس حالك مو قدران تشكل جملة على بعضها، او بتشكلها بعدين انت بس تحكيها للجملة بتصفن هيك تقول انا شو حكيت او شو قلت. يعني اللي قلته هو توتالك فاتش، يعني اللي قلته هو شيء عالي عن الصحة او فيه معبى اخطاء. ونفس الشيء وقت اللي يعني تكتب، حتى يعني بتلاقي حالك عم تكتب بطريقة غلط، يعني بعد شوي بترجع بتشوف الشيء نفسه اللي كتبته او حكيته، بتلاقي فيه اغلاط كثيره وانت بنفسك بتكتشفها. فهذا الشيء دليل انه انت اذا مالك نايم مثلا او مالك اكل مزبوط تعبان، نهارك كان مجهد جدا وجيت لتحاول تحكي بالالماني، فهذا الشيء طبيعي جدا جدا انك تخربط ونسبه الخطا تكون كتير كبيره. هذا الشيء بيصير معي انا شخصيا، حتى ايام حتى وقت اللي منزل فيديوهات. يعني احيانا انا ممكن اسوي فيديو بعد نهار طويل شغل، نزل فيديو وطلع بعدين هيك اصفن بالكلام اللي انا عم بحكيه وملاقي فيه غلط. طبعا انا الحمد لله هدول الفيديوهات بس انتبه لها مباشره بشيلها. بس هذا شيء طبيعي وارد جدا جدا عند اي شخص، فلا تصاب بالاحباط يعني اذا شيء مره صارت معك، لانه هذا الشيء طبيعي 100%. تصبحوا على الف خير.